السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نعمل معكم ميني بلوك من نهار الجمعه حتى النهار ديال العيد. غادي ندوز معكم النهار ديال اليوم الجمعه حيتاش انا عييت في اسبانيا. قبل ما ننسى، اول حاجه كيجوني اسئله بزاف فين عايشه انا وفين ساكنه انا. اول حاجه انا مغربيه طنجاويه شماليه جبليه مخلطه ريفيه، المهم مخلطه فيا. كنسكن في اسبانيا، مقيمه في اسبانيا مده طويله. عير شنو انا كنهود المغرب بزاف حتى لشهرين. المهم ما كنكملش شهرين، كنهود شهر، كنهود فيه 2 المرات، كنهود ديك 4 ايام 3 ايام. كنجبر واحد اوفيرتا في الرايانير كنمشي حتى ب 200 درهم 20 ديال الاورو، كنهود بها، كنمشي بها وكنجي بها البنات. على داكشي انا كنهود بزاف وكيجيوني اسئله حيت بزاف ديال الناس ما عارفينش فين ساكنه، واش في اسبانيا ولا في المغرب. المهم البنات كنقول لكم انا عايشه في اسبانيا وبالذات في مدريد، في العاصمه ديال مدريد. وكنجي لطنجه كنحماق عليها بلادي، كنحماق عليها من طنجه حتى للقويره، ما نتناقشوش فيها. وكيعجبني نجي في هاد المناسبات هادو باش كنشوف الاجواء ديال العيد وكنشري الحاجات اللي بغيت. اول حاجه ملي جيت نهار ديال الجمعه انا عييت في مدريد وفطرت في مدريد وخرجت مع 2:30 ديال النهار. كنت في طنجه جيت نيشان نشوف البليغات. شو هاد البليغات البنات ديال الصم عجبوني بزاف وهادو ديال الشانيل الزريراق، هذاك الغوز، هذاك الباج عجبوني بزاف. المهم شريت البليغات ليلي والعيال ديال خاي. المهم شريت بزاف ديال الحويجات، ولكن ما قدرتش نبارطاجيهم كاملين حيتاش الفيديو غادي يجي طويل بزاف. انا غادي نعمل لكم ديال اليوم وحتى ديال نهار السبت. نهار ديال العيد غنعمل لكم فيديو واحد فيها البنات باش هكا تعرفوا حتى الاجواء ديال الجبل، تشوفوها كيفاش عامله. اول حاجه تسخرت هنا، شريت البلاغي، شريت داكشي اللي خصني كامل، وغادي نمشي نشري الحلوى من السوق داخل. انا السوق برا والسوق الداخل كيتخلطوا ليا. المهم غادي نشري الحلوى من تما، كتعجبني بزاف. واخا العائله ديالي عدلوا لنا الحلوى، كنشكرهم بزاف، كنقول لهم شكرا ليهم العائله ديالي بنت حبيبي، كنقول لك شكرا بزاف. وصافي دابا هنايا كملت. غادي نوريكم السوق ديال برا، طلعوا عليه وتجيو ليها البنات. ما تنساوش تزوروا هاد البليصه هادي مزيونه بزاف، بليصه سياحيه. كاينه اللباس ديال الرجال، البليغات النساء، البليغات ديال الرجال. هاد البليصه عندنا معروفه في الشمال في طنجه، السوق ديال برا، الموضع ديال البلاغي. سقسيو غادي يوريوكم فاين. والثمن مناسب البنات، الثمن مناسب بنات والولاد، الثمن مناسب. صافي هذه هي السوق ديال برا، الموضع ديال الخاصه. تما كندخلوا على المدينه القديمه، غزاله المدينه القديمه وغزاله هاد الساحه هادي. المهم انا غزاله حيت كتعجبني طنجه كنحماق عليها. اليوم راه كان الجمعه، الناس راهم باقيين صايمين، ولكن انا كنت فاطره، كنت معامره كلشي. فطرت في اسبانيا عاد هوت. المهم الناس مهلوكين باقيين صايمين وباقيين مدوخين وباقيين ناعسين في الرياض. نتوما غتشوفوهم ناعسين في الرياض. هذا السوق ديال برا البنات، باش البنات اللي برانيين ما كيعرفوش تعرفوا على هاد البليصه هذه. ما تنساوش تزوروها. وفين كاين ديك الخاصه تما غنمشي انا غنشري الحلوى. انا غنوري لكم فاين غادي نشري الحلوى. دائما من العيد الصغير كيعملوا غير الحلويات البنات، كيعملوا غير الحلويات. في الايام عاديه كيعملوا العصير تما عندهم واحد العصير غزال الا بغيتو تفطروا. انا غادي نخلي لكم السميه ديالو. المهم دابا غادي نهود باش نوريكم ديك البلايصه اللي غادي نشري منها الحلوى، ومن بعد غادي نديكم معايا للجبل. دابا اليوم نهار الجمعه ونهار السبت غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله باش تشوفوا كلشي حتى التقاليد ديال الجبل وكيفاش غادي ندوز نهار في الجبل نهار ديال العيد. ولا غدا من العيد غادي نطلع بحالي ان شاء الله يا ربي. هاد الزنيقه هذه البنات فين كيشعل الضوء تما، هذيك الملبانه تما كيبيعوا الحلويات. كتحمق. انا غادي ندخل دابا لديك البليصه ونوريكم الحلوى غزاله. انا شريت واحد 2 ديال الكيلو، واخا العائله عدلوا شريت من عندهم. هذه الحلوى هذه كامله ديال اللوز البنات. انا غادي نعمل لكم دوره باش تشوفوا الانواع ديال الحلويات اللي هنايا. المهم هذه الحلوى هذه كامله ديال اللوز. المهم انا قيست واحد الحلوى هنايا
وجربت هذيك العينه قالت لي ويلي فتره قلت لها فكنصومش يا اختي، انا ما كنصومش وانايا كنت عيات في اسبانيا وجيت بقات كتشوفي ورجعت حمراء قلت لها عساك اختي انا عيات في اسبانيا انا عيات في اسبانيا وعاد جيت هنايا. قالت لي عرفتي صدمتيني، قلت لها طبيعه الحال. المهم انا ما كليتش حدا الناس قداميا، جربت واحد الحليوه عجبتني بزاف وشريت الحلوى. انا غادي نوريكم الانواع اللي شريت منهم الحلوى. وما تنساوش البنات هاد البليصه هذه كتكون عيد من العيد صغير لعيد صغير، والايام اخرى كتكون لنا واحد الملبانه عندهم الفطور كيحمق، عندهم الفطور غزال هاد الحلوى كامله ديال اللوز وغريبه ديال اللوز. شوفوا غزاله مشقه. الناس بغيت نقول لكم واحد الحاجه قبل ما يجوني اسئله. كل عام في العيد الصغير كيعملوا الحلويات هنا، وهاد الحلوه هذه ديال اللوز كتعمل 150 درهم الكيلو. انا شريت 2 كيلو ب 300 درهم احسن ما تضربوا الثمره، وخصوصا الناس اللي خدامين كنصحكم تشريو الحلوه من هاد البلاصه غزاله كامله ديال اللوز 150 درهم. غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله حتى نهار العيد في الصباح شنو شريت. اليوم نهار العيد في الصباح، نهار ديال السبت، كنقول لكم من جبل الشمال المغرب طنجة. عيدكم مبارك، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم غادي نعمل معكم من الصباح حتى العشيه ميني بلوك باش هكا تشوفوا الاجواء ديالنا ديال الشمال نهار العيد، وكيفاش كنصبحوا وكيفاش كيصبح الجو. هاد الجو هذا وهاد الطبيعه هما اللي كيخليوني نهود البنات للمغرب، وكيخليوني نجي للباديه وندوز فيها الوقت وندوز فيها العيد. انا عيطت نهار الجمعه في اسبانيا وقلت ضروري غادي ندوز واحد 4 ايام هنا باش نعيد مع ماما ونعيد مع خوتي. كيعجبني هذا الجو هذا ديال الجبل، كما كتشوفوا الجمع قدامنا، الجو غزال، الطبيعه، السماء زرقاء بحال الارض البنات ما شاء الله تبارك الله. انا كنحماق على هذا الجو وكيحمقني الجبل. هذه الدار ديال يما والدار ديال بابا ديالنا اللي ما غادي نخليوها دائما، غادي تبقى عندنا واخا نمشيو فين ما مشينا. هذا هو العرق ديالنا من جينا حنايا وهاد الدار هذه غادي تبقى الى الابد حتى نتوفاو حنا ان شاء الله، وتبقى لولادنا وولاد ولادنا. هذه هي القاعده ديالنا. بابا الله يرحمه وماما مسكينه مريضه، دعوا لي معاها ربي شافيها، ما كتخرجش ملي مرضت عام الاول في شهر 11 وهي باقا مريضه ما كتخرجش. اليوم غادي كما قلت لكم البنات غادي نوريكم حتى مرات خاي كتعجن الخبز وكطيب في الفران. انا قلت نساليكم في الطبيعه وتشوفوا الطبيعه ديالنا والدويره ديالنا، وتشوفوا الارض زرقاء والسماء زرقاء، وتسمعوا الصاله. غنخليكم تسمعوا الصاله شويه عاد غادي نكمل معاكم صافي. وما تنساوش هاد الداليه انا اللي زرعتها في 2011 شو تبارك الله كبرات. غادي نخليكم تسمعوا شويه ديال الصلاه ديال العيد. شو تبارك الله، سمعوا تبارك الله. بنات دابا غادي نمشي عند مرات خاي، غادي نشوف شنو كتعمل. غادي نجبرها كتعجن الخبز، واش غادي نبارطاجي معكم كيفاش كتعمل الخبز، كيفاش كتجيها الخبز غزاله وتشوفوا الاجواء ديال الجبل. انا قلت لكم غادي تشوفوا الفيديو معايا من الصباح حتى العشيه نهار ديال العيد. المهم يلا نمشيو عند مرات خاي نشوفوها شنو كتعمل. غنجبرها خلطات العجينه كما قلت لكم البنات، جبرتها خلطت العجينه حيتاش خصها قبل ما تفرق الصله تكون خبزت وعجنت وكملت. المهم هنا جبرتها خلطت العجينه. هنايا كتعجن بالزرع والطحين ديال الفرز. جاتها الخبز غزاله البنات. المهم نتوما غادي تشوفوها وتبارك الله عملت شي 12 خبزه تبارك الله اللي غياكلوا فيها غير واحد 3 ايام صافي، باش ما كتعجنش كل النهار، كتبقى حتى هي مرتاحه وعندها العويلات الصغارين باش يكون نهار كتعجن وكتبقى الخبز طريه عندها
المهم انا كنت غادي نسجل حتى العجينه كيفاش كتعجن، ولكن مع كنت برا كنصور جبرتها خلطات العجينه تبارك الله عملت بزاف، وقيله عملت شي 12 خبزه الا ما كذبت. ديك الساعه نسقسيها شحال عملت الطابله وعملت سينيه. كتعجن نهاريه ونهار لا ما كتعجنش. كنا دابا اليوم هاد العيد باش تكون عندنا ديك الخبز سخونه ولا يجوا عندنا الضياف، على ديك الشيء هي كيعجبها تا نهار العيد في الصباح عاد تعمل الخبز. البنات بغيت نقول لكم هاد القصريه اللي كتعجن فيها مرات خاي ديال لومونيو قديمه بزاف تقريبا عندها واحد 40 سنه. شكون اللي عنده بحال هاد القصريه هادي؟ اللي عنده القصريه بحال هيدا ما ينساش يخلي لي التعليق. قصريه غزاله ديال لومونيو. صافي هنايا بعد ما كملنا بالعجين خلينا العجينه تخمر، وغادي نخرج مع مرات خاي باش تشعل في الفران. باش غير خلات العجينه تخمر خرجت تشعل الفران باش تخبز دغيا قبل ما تكمل الصلاه. والفران ديالنا جا بغرد الدار قريب كلشي. ادي كتحركي بها الخبز. جبتيها من هنايا كلشي قريب حداك. الحياة سهلت في البادية. سهلة وما سهلاش، خصها غير الامكانيات ياك. هنايا مرات خاي كتعدل، جبرت واحد القصبه جبدتها من حدا الفران، القصب حداها خضر، كتعدل به الجباد باش تجبد به الخبز. حنا كنقولوا له الجباد. كيفاش كتعدلو بالمنجل، كتعملو بحال هيدا باش كتجبد به الخبز. حنا في الشمال كنقولوا له الجباد. ما تنساوش نتوما البنات اللي في الباديه من طنجه حتى للقويره، ما تنساوش تخليو لي في التعليق ديالكم شنو كتقولوا له نتوما. وهنايا الشطابه عاديه، الشطابه اللي غادي تشطب بها الفران بعد ما غادي يسخن وتزول العواد. حنا كنقولوا الرماد، هذاك الرماد ديالو باش الخبز من تحت كتجي نقيه، ما كتجيش فيها شي خشيوشه ولا شي حاجه، وكتربطها بشي خيط. ما تنساوش يا البنات واحد الحاجه، من طنجه حتى للقويره دائما كنقولها، حيت كل واحد والتقاليد ديالو والطريقه ديالو. واش نتوما حتى نتوما كتعملوا فران بحال ديالنا؟ حنا الفران ديالنا معدل غير بالتراب ماشي باللاجور ولا بالسيمه. وانتوما ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم، واش عجبكم الفران ديالنا ديال الناس ديال الشمال ولا ما عجبكمش؟ ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم، والتعاليق ديالكم مهمين بزاف. صافي هنايا مرات خاي راهي عملت العواد وغادي تشطبوا بديك الشطابه اللي عدلات باش غادي ترمي الخبز ديالها، والخبز كتجيها نقيه بزاف ما كتخلي حتى شي خشيوشه في وسط الفران. صافي هنايا شطبت الفران. المهم ضاع ليا المقطع ماشي مشكله. شوف شحال الخبز عملت تبارك الله، راه تقريبا واحد 12 خبزه اللي عملت، والخبزات كبار كتعمل. غندخل لكم الكاميرا حتى لداخل ديال الفران باش تشوفوا الفران شحال نقي وشحال مصلوح. صلحاتو في الساعه اللي كانت كتصلحوا راه ضاع ليا المقطع ماشي مشكله. كتعمل واحد التقيبه من الوسط. شوفوا البنات تبارك الله الفران نقي. انا غادي نرجع ندخل لكم الكاميرا لداخل باش تشوفوا شحال الفران نقي وصلحاتو مزيان، والخبز كتجي نقيه ما كتجي فيها حتى شي خشيوشه. شوفوا تبارك الله الخبزه قداش هي. هذا كنقولوا له حنا في المطرح. ما تنساوش نتوما تقولوا لي شنو كتقولوا له. المهم طنجه حتى القويره بالنسبه للناس اللي في الباديه حنا كنقولوا له المطرح اللي كيطرح الخبز. ساعه بحال هادو الصغيره فيه. تبارك الله الفران دغيا ما كيسخن. علاش دغيا ما كيسخن؟ حيتاج ديال التراب. دغيا غير كتدخل الخبزه البنات كتكون الخبزه اخرى طابت. شوفوا تبارك الله ندخل لكم الكاميرا تنداخل. شوفوا تبارك الله كتنفخ الخبز وكتجي غزاله دغيا ما كطيب دغيا.
هذيك طابت لك، هذيك طابت هي جبتيها. هذه جات غزال. يلا هزيها بيدك، يلا وريها لنا. ماشي باقا من تما، باقا شويه من كاع. حاجه صغيره حتى معاوضه. تبارك الله السلام. نبدا نديرو خبز عند هيدا. ايوا مالنا حنايا خلصنا. نتوما كتعملوا خبز كبيره كبيره حسن. خبزات باعيه لا حتى شي خبزات. تبارك الله. شحال الخبز عملتي؟ الصلاه على النبي حسبتيهم ولا ما حسبتيهمش؟ ما حسبتيش شحال الخبزات؟ الصلاه على النبي. الولات حمروا لك شويه حيت الفران كان سخون. الصلاه على النبي ياك. يلا نفضيها. واش توري الناس الطريق؟ يلا كنفضها باش ما يبقاش فيها لا خشيوشه لا حتى حاجه. عندك الطحين الزرع والطحين عادي ياك؟ طحين الفرش طحين الزرع غلب عندك ياك؟ خبز جاتها غزاله نقيه حتى خشيوشه ما فيها البنات. دابا سالات مرات خاي مع الساعات الصلاه هو هذاك، هي كملت والصلاه ديال العيد تكملت. دابا غادي نباركوا على العائله العيد وغادي نكملوا الفيديو. صافي عيدك مبارك احمد. عيد وتعاود باش انا جيت نعيد معاكم احمد. قالت هي البارحه شكون؟ انا جيت بشرى مرت عمي مرت خويا قالت لي يا فاطمه راه غتدخل عيمه اليوم ولا غدا. انا جيت نعيد معاكم. لاباس انت مزيان بخير صحه لاباس. يا ودي يا ودي حبيبي دخل. مرحبا بك. يخطي علينا الحباب وهلا يخطي علينا الجيران وهلا يخطي علينا العائله. دارنا دائما عمره في المناسبات ومن غير المناسبات. تبارك الله الناس اللي مزيانين معروفين. شو تبارك الله من الصلاه الجماعه والعائله كلشي عيد علينا حنا الوالا، خصوصا عيدوا على يما هي الاولانيه. شوفوا تبارك الله شي داخل وشي خارج، الناس مزيانين معروفين تبارك الله. الصلاه على النبي. انا عيدك مبارك. الله يرحمه. تعيد وتعاود. الحمد لله. باش ما تمنيتي وطول العمر. الله يرحمه. لاباس عليك؟ مزيان الحمد لله بخير. دائما كنتفكرها مسكينه. الله يرحم الوالدين. كنشاق ليها. الله يرحم الوالدين. كنشوفك كنتفكر الوالد. الله يرحمه. امين امين امين. الله يرحم الوالدين. مسكين هنا راه فاين. الصديق ديال بابا باقي كيزورنا. بابا توفى هذه 15 سنه وكيزورونا الاصدقاء د بابا اللي باقيين حيين كاملين. كيزورونا الصغارين والكبارين هنايا باش تعرفونا احنا الناس مزيانين وطيبين. سلامة. انا لاباس عليك؟ مزيان. في هذا الفيديو هذا غادي تعرفونا احنا مزيانين ولا ماشي مزيانين. جا عندنا الكبير والصغير وحنا الوالا من الصلاه للدار ديالنا. تبارك الله دارنا ما كتخواشي في المناسبات ومن غير المناسبات. حنا الناس مزيانين ودائما غادي نبقاو مزيانين. هنا عدت الغدا وعدت واحد جوج ديال الدجاجات صغارين ومشيت عيطت على حبيباتي. نساد حبيباتي كاملين ماتوا الله يرحمهم وخليت مرات خاي مقابلاهم. اجي قلت لكم البنات هاد الدجاجات شنو وقع لي فيهم. انا شرملتهم نهار الجمعه، شرملتهم بيتهم الترميله، ونهار السبت عملتهم يطيبوا. من بعد فطرنا وتلات الصلاه وخبزنا كما كتشفتوا معايا وعملتهم يطيبوا. عملت البوطه محدوره ومشيت نعيد على حبيباتي وقلت لمراي تخايقه باللي هاد الدجاجات هادو حيت عملتهم صغارين. ملي جيت جبرتهم كاملين ويوم تهرسوا كاع ما قلبتهم كيما خليتهم جبرتهم
واخا تعصبت شويه ولكن ماشي مشكله، صلحت الجره وجاو مزيونين بزاف بزاف. جاو لدادينا البنات هذا الغدا جبلي ديال الجبل. انا اللي عملت هاد الطريقه هذه وانا اللي طيبت وعملت الطياب تقليدي مغربي. دجاج بالليمون مرقاد بالزيتون بالعظام. عملت البطاطا مقليه فوق منه. جا الغداء مغربي 100% بدون نقاش. هذا الغداء اللي كبرنا به وهذه الماكله اللي كبرنا بها. خلينا بديك بزاف ديال الشلايض وبزاف ديال الحاجات. هذا الغداء المغربي التقليدي الدجاج بالزيتون والبطاطا مقليه. وعملت الحار اللي كيعجبو الحار، وعملت هاد الشليضه هذه ديال الخاص والبصله وشنو عملت اخر مطيشه. هذه شلاضه مغربيه تقليديه. هذا هو الغداء ديال نهار العيد اللي عملنا حنايا. هذا الغداء اللي عملنا تبارك الله. المهم غير انا وخوتي كيما قلت لكم تغدينا عيد حنايا وخوتي شي 6 بينا صافي. هذا هو الغداء ديالنا مغربي تقليدي ديال نهار ديال العيد. غادي نوريكم البنات الخبز كيفاش جات غزاله غزاله غزاله. جات مجعبه من الداخل. انا غادي نوريكم واحد الطريف باش تشوفوا الخبز كيفاش جات غزاله. ما تقولوش مخبوزه في الخبز ديال العواد ولا ديال التراب. شوفوا البنات كيفاش جات الخبز مجعبه من الداخل. شفتوا كيفاش جات. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. وصافي دابا غادي نمشيو نتغداو ساعه الغدا وغادي نكمل معاكم. صافي اجي غادي نمشيو نتغداو. غادي نتغداو غير حنايا وخوتي. هذا الغدا ديالنا ديال نهار العيد الفطر. هذا هو الغدا ديالنا ما فيه لا زياده ولا نقصان. انا اللي طيبت. ما تنساوش تخليو لي في التعاليق واش عجبكم الغدا ديالنا البسيطه البنات. غادي ندوزو للحلوى اللي كنت شريت من ديك باناديريه. بالنسبه للحلوى هي هذه الحلوى اللي شريت من غير 3 ديال الشكيلات. 3 تشكيلات اللي عدلتهم لينا بنت حبيبي. هي الحلوى ديال الكويغطات، الحلوى ديال التمر، الحلوى ديال الماكينه اللي معروفه عندنا في الشمال. بالنسبه للحلوى ديال الكويغطات ولا الحلوى التمر راهما عندي في القناه اليوتيوب ديالي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وبالنسبه للحلوى اللي شريت هي هذه غزاله غزاله البنات لذيذه. ما تنساوش العام اللي ماجي ان شاء الله تشريو الحلوى من ديك البليصه. صراحه رخيصه والمذاق فيها غزال غزال. المهم هنا غادي نقول لكم الفيديو تسالى البنات. ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم واش عجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش الفيديو. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. Thank you.